صباح الفل، صباح الياسمين، صباحكم كله خير وحب وتفاؤل وأمل. ما إن شاء الله نصلي بنا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. لو مش مشتركة يا ست الكل في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من أختكم أحمد وأنس. فيديو النهاردة مش الروتين بقى كده مع بعض. فيديو النهاردة يعني حاجات أفكار بسيطة جدا جدا. يعني بصي هتغنيكي عن الوقفة في المطبخ. يعني بدل ما تقفي 3 ساعات ولا ساعتين تعملي شوية بطاطس وشوية فول شوية طعمية، لا احنا هنجيب كمية بطاطس كده مثلا حوالي 2 كيلو 3 كيلو حسب مقدرتك وحسب ظروفك. انا كان عندي حوالي بتاع 3 كيلو بطاطس 2 كيلو مش عارفة والله، لميتهم كلهم وقشرتهم وغسلتهم غسلة حلوة كده بشوية ملح وشوية خل. وايه قلت ايه هجففهم كده في الزيت نص تقلية وهنعملهم معاكم نخزنهم لرمضان بدل ما احنا نقف طول النهار كده. ينفعوا سحور، ينفعوا مع الفطار، ينفعوا مع شوية بانيه ومكرونة، هينفعوا مش هيقولوا لا. يا ست الكل بصي هنوفر على نفسنا مجهود وتعب وتعب، يعني ارهاق طول النهار وانت واقفة بتقشري بطاطس وتحمري. بصوا يا بنات انا بقى إيه قلت ايه بدل ايه كل اول شهر كده ما بجيب الزيت من التومين بصراحة بجيب. يعني بصوا كده خلي ايه تفكير حلو كده بصراحة، يعني ايه نستفاد من بعض وافكار بسيطة جدا 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 ويعني بحاجة بأقل التمن. يعني ما تذكرش يعني بفلوس، نعملها ونرميها في الفريزر هتنفعنا أو في رمضان. وكل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم متجمعين بالخير والبركة واليمن واليسر ويعود علينا وعليكم الأيام بخير. بصوا هنعملهم كيسين 3 هينفعوا كل مرة. تعملي كيسين 3 هينفعوكي يعني في الزنقة. يعني أنا باحب الحاجات دي أخلّيها في الفريزر عندي، زي ما أنا قُلت لكم باسميها رصيد في الفريزر. خلاص يا بنات، خلاص يا ست الكل، لو وصلتِ لغاية هنا وعجبِك الفيديو ما تنسونيش بقى بcomment حلو كده ولايك واشتراك وتنوريني في القناة. وكل اللي دخل القناة جديد يسلم إيديه وعينيه، وكل اللي يحط لايك واشتراك تشرفوني وتنوروني. خلاص أنا سِبتها تبرد خالص، خالص، يعني تهدى خالص من البخار بتاعها وتحطيها في الأكياس. هي إيه خلصت كده بقى لها كتير. وخليكي في معايا لآخر الفيديو. في حاجات حلوة والله هنستفاد منها وهيعجبك لو وصلت لغاية هنا. اوعي تخرجي من قلب الفيديو. بصوا بقى خلصتها اهو، حطيتهم هم عملوا 3 كيس مش مشكلة. المرة دي عملنا 3 كيس، المرة الجاية عملنا كيسين. هنعمل كمية حلوة هتنفعنا في الفريزر، هتنفعنا في وقت، في أي وقت، أي ظروف، أي إمكانيات هتنفع. يعني ساعات بتحصل علينا الظروف اللي احنا خلاص نزلنا ولادنا مصاريفنا اليومي نزلت، ودينا دروس، دفعتي مثلا مية، دفعتي نور، دفعتي إيجار، عايزة تطلعي خلاص بقى خلصتِ من المصاريف ومعكيش مصاريف هتطلّعي وتعملي، حاجات هتنفع. وعملنا بقى الخيار السريع، الخيار اللي بيتاكل في 5 دقايق، الخيار اللي بينفع في أي وقت وفي أي أكل. أنا كان معايا كيلو ونص خيار أهو، وكام قرنين فلفل سبايسي على كام قرنين فلفل رومي. خلاص أقوم غاسلاهم منقعاهم حلو أوي، أوي بمَيّة وخل. خلاص أهو زي ما أنتم شايفين. تعالوا هاقول لكم بقى على طريقة حلوة أوي، أوي تعملي بيها الخيار المخلل وتكليف أقل من 5 دقايق وجبت لكم سر المطاعم. يعني طريقة معتمدة حلوة جدًا، جدًا وتخلّيه مقرمش كده وخيار spicy جامد تحفة، تحفة. بصوا بقى أنا جبت حلة فيها بتاع لتر مَيّة، حطيت عليها نص فنجان خل، وإيه هامسك الفلفل ده كله هاقطعه نصاص كده واروح إيه واخداه غلوتين بملح وخل. خلاص وخلينا كده ايه وصلنا لغاية هنا. هنمسك بقى الخيار نقطعه ونحط عليه فصين توم. التوم ده بيوديه في حتة تاني، بيديله ريحة تاني وبيخليه طعم تاني. يعني بيخليه ما شاء الله تحفة، تحفة. بص انا قطعت بقى الخيار اهو خلاص وهنحط عليه فصين توم. او كنت الاضاءة عالية قوي وطيتها شوية اهو يا بنات اهو يا ست الكل. حاجة كده ما شاء الله تحفة، تحفة. تاكليه مع سندوتشات، تاكليه مع كريب، تاكليه مع فول وطعمية. واهو حطينا بقى نص فنجان خل اهو. برضو هنا تاني هنحط معلقة ملح بسيطة جدا مش كتير اه عقبال ما المية بقى تغلي بالفلفل. وهننزل عليه وراح حطيت فص توم بقى اهو
بشرته او تدقيه او توم مهروس، اي امكانيات من التوم عندك. خلاص اهو بصوا بقى، خلاص هو كده بقى هيغلي، وهسيبه يهدى واروح حاطه على الخيار، وفي اقل من 10 دقايق هتاكل احلى خيار مع احلى سندوتشات. اهو يا بنات بصوا خلاص هو بقى كده. بصوا لون الفلفل اتغير، اول ما تحس لون الفلفل اللي اتغير يبقى هو كده ايه، تمام، الدنيا مظبوطه معاكم. اهو انا هاخده هنزل بقى على الخيار على طول. اهو شايفين بقى اهو، وهتغطيه لمدة 10 دقايق أو 5 دقايق، وكليه بألف هنا وشفا على عيونكم وعلى قلوبكم. ولو وصلت لغاية هنا قولوا لي ايه رأيك يا بنات، ايه رأيك يا ست الكل. وهنمسك بقى ايه، خليكي معايا في آخر الفيديو شوفي هعمل ايه وهنعتمد ايه مع بعضينا. خلاص اهو يا بنات خلاص عملنا البطاطس، جففنا البطاطس وعملنا الخيار السريع اللي بيتاكل في 5 دقايق. شايفين بقى لونه تحفة تحفة، طلع ما شاء الله جميل جميل جدا. يعني خيار والله العظيم فاخر من الاخر. يعني انا طالما طول ما في خيار في السوق البلدي بجيبه ما بستناش عنه. بس انا النهارده قلت هصوره واعمله معاكم. انا رغم كل 3 4 ايام اجيب 3 كيلو خيار واعملهم بياكلوه ولادي بألف هنا وشفا على عيونهم وعلى قلوبهم. خلاص، وحطينا بقى فص ثوم وقرن فلفل بقى سبايسي كده بقى معاه، كان مشطشط وطالع تحفة تحفة. وشايفين بقى، ما تنسيش بقى معلقة السكر. معلقة السكر دي بتخليه مقرمش كده ومش طري بقى اللي هو دبلين بقى وكده، لا، معلقة السكر دي بتخليه مقرمش وكريسبي معاكي وايه، وهو طالع سبايسي سبايسي. خلاص يا بنات، خلاص يا ست الكل. اهو ادي الخيار البلدي بتاعنا المعتمد بتاع اشهر مطاعم. خلاص اهو، وعملنا بقى سندوتشين بانيه فينو وعليها خيار. وتعالوا بقى اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا على عيونكم وعلى قلوبكم. كان ده غدانا النهارده، غدا بسيط جدا جدا. او بحيث بقى انا ايه، ماسكه بقى المكتبه، او مسكتها نزلتها كلها. كنت غاسله الدباديب دي معاكم في فيديو قبل كده. مسكت المكتبه بقى حته حته وكوبايه كوبايه غسلتها، كان كميه التراب رهيبه عشان الاوضه دي على البلكونه على الشارع، التراب فيها فظيع جدا جدا. مسكتها بقى مع نفسي اهو يا بنات. بصوا الدباديب بقى غسلتها اهي ورصيتها اهو، لمحت مكانها بقى وحطيتها تاني اهو. شفتوا بقى الدبدوبة والنضارة ده اتفرجوا بقى تحفة. مسكت بقى المكتبة مسحتها وخليتها بقى ايه زي الفل، فرشتها. هتشوفوا بقى الكوبايات بقى بتلمع والكاسات كل حاجة. ومسكت بقى مفرش نضيفة حطيتها، شلت المفرش اللي هي ايه التانية وحطيت المفارش دي اهو يا بنات. اهو يا ست الكل، لحسن التراب مبهدلها اهو. بصوا خليت المكتبة زي الفل. انا بقى بصراحة عملت بانيه وعملت بطاطس سندوتشات كده على السريع اهو. شايفين، خليتها زي الفل اهو. خلصت اول ضرفة، داخلة بقى على الضرفة التانية اوريها لكم، وقولوا لي ايه بقى رأيكم. نستاهلش بقى لايك وكومنت واشتراك منكم ولا ما نستاهلش؟ او يا بنات بشكركم قوي، وبشكر كل اللي يتابعني، وبشكر كل اخواتي واهلي وفانزاتي اهو. ودي بقى ايه، بصوا شايفين طقم التوابل ده انا ما فتحتهوش لسه بحاله عشان انا عندي اهو يا بنات. اهو يا ست الكل، كل حاجه مسكتها فيها لمحتها وخليتها زي القشطه اهو. شايفين بقى حته حته، قعدت مع نفسي كده ما صدقت بقى انس نايم، ومسكت كل ده نزلته تحت، وكل ده اتغسل في القروانه، ورجعت طلعت رصيته تاني مع نفسه. وشكرا أول حسن استماعكم، مع السلامة.